بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حسن يوسف مدير فندق الجامعة، وعشرة 9 سنين مع بعض، وقد إيه الواحد وزنه زاد من الأكل الجميل اللي موجود في الفندق. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا وسهلا. أستاذ حسن، كان سابقا لم تحدث إن أنا يعني بشكل شخصي إن حضرتك سمحت للطلبة في أحد المعاهد قبل كده إن هم يقعدوا، برغم إن الفندق مقتصر بس على الأساتذة والدكاترة والأكاديميين بس. لا طبعا هو لازم نرحب بيكم طبعا، وكفايه ان انتوا جايين لنا من اخر الدنيا من مسافه بعيده جدا، ده شرف لينا طبعا. انتوا شرفتونا في هنا، فلازم نقول معاكم على قد ما نقدر يعني. فالطلبه فوق دماغنا، وكل اعضاء الفرق كلها فوق دماغنا ان شاء الله باذن الله يعني. أنا أعرف إن حضرتك بتيجي في الوقت اللي هو قبل البطولة بحاجات بسيطة عشان التنسيق والإشراف على دخول وخروج الناس والإقامة والأكل والشرب والحاجات. طبعا لازم اللي يجي، الضيف اللي يجي طبعا او الوفود اللي جاي لازم يبقى عارف مكانه فين، ما بيجيش لسه هندور على مكان. فبنظبط كل حاجه قبل ما يجي، ونعمل صيانه بقى كامله للمنشات عندنا وحاجات زي كده، بحيث ان يبقى كل حاجه جاهزه للدوره ان شاء الله. هي مش مجاملة بس حاجة ملموسة إن حضرتك جوكر في المكان، مرة مدير أمن، مرة مدير الفندق، ومرة مدير علاقات عامة، ومرة مدير مكتب رئيس الجامعة، وحاجة جميلة. إيه الموضوع ده؟ والله لا، هو يعني هو طبيعه شغلنا كده، والدكتور عباس رئيس الجامعه عندنا هو اللي بيكلفنا بشغل وبنشتغل له يعني. احنا بنحبه وبنحب الجامعه، فبنعمل كل حاجه هو عايزها يعني. حضرتك مقيم في مصر أصلا؟ في القاهره ان شاء الله. وبتيجي كل قد إيه بقى جامعة الجامعة؟ يعني في الاحداث او اللقاءات القميه اللي زي كده باجي مثلا قبلها بيومين ثلاثه، وبقعد فتره اللقاء نفسه، وبعد كده بسافر يعني. لكن وجودي اساسا في القاهره، في مكتب رئيس الجامعه في القاهره. إيه المشاكل اللي حضرتك بتواجهها في الفندق؟ والله هو ان شاء الله ما فيش مشاكل يعني، بس انت عارف طبعا القطاع الحكومي بيبقى فيه صعوبه شويه في الامكانيات، انك توفر الامكانيات او اجراءات الشراء او اجراءات اي حاجه تعملها، فبتاخد وقت. لكن ان شاء الله ما فيش صعوبات باذن الله يعني. الكثافة السنة دي، كثافة الإشغال كان بنسبة قد إيه؟ لا هو السنه يعني احنا الحمد لله كفندق يعني كل سنه الكثافه بتزيد عن السنه اللي قبلها. فالسنه دي يعتبر عندنا يعني اول مره تحصل ان احنا نقعد يعني حوالي 4 شهور اشغال يعتبر 100%. يعني في ناس كتير كانت بتيجي تسكن بالله ما بيبقاش في مكان يعني. التعامل مع إدارة رعاية الطلاب أو رعاية الشباب في خلال البطولة بيبقى شكله إزاي؟ والله احنا كلنا زمايل في الشغل مع بعض يعني، احنا ادارات مختلفه، لكن كلنا بنبقى بنتكاتف ان يطلع اللقاء مثلا قمي زي ده، او زي مثلا الدوره العربيه اللي احنا فيها دلوقتي، ان هي تطلع بمستوى كويس وبمظهر كويس يعني. فالحمد لله التعامل، احنا كلنا اصحاب يعني، كلنا اصدقاء وكلنا بنساعد بعض. لا أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني في التوقيت بتاع الدورة بيطلب من حضرتك ان انت تفضي عدد معين من الغرف على اساس إن اقامه المشرفين او رؤساء الوفود. لا فبيبقى شكله تعامل. لا هو احنا اساسا بيبقى عندنا برنامج بتاع رعايه الشباب طول السنه، بيبقى هم مديهون لنا كفندق جامعه عشان نوفر لهم الاماكن دي في خلال الفترات المختلفه. فعارفين ان احنا في دوره عربيه من تاريخ كذا لتاريخ كذا، فاوتوماتيك اوريدي عندنا احنا بنعمل حسابها، بنخلي الفتره دي فاضيه ليهم يعني. وهكذا بقى لو في ملتقى فني برضو بنخلي الفتره فاضيه، وهكذا يعني. مستحدث يمكن من يومين كده كنت شايف كاميرات داخليه بتتركب في الفندق. ايه القصه؟ والله احنا كل مدى بنتطور، فبنعمل عمليه تامين زياده على اللزوم، برضو بنزود التامين، بنعمل كاميرات داخليه في الفندق زي اي فندق موجود، حفاظا على النزيل او اللي ساكن عندنا، يحافظ عليه مثلا من السرقه، من اللي حصل مشكله، حصل دروب، يبقى برضو كل حاجه تبقى موجوده عندنا موثقه يعني. ويطلق عليه فندق ولا مبنى سكني ولا له؟ يعني احنا بنقول عليه فندق، لكن هو اسمه كحكومه كجامعه اسمه دار ضيافه. دار ضيافه. لكن احنا يعني دار ضيافه مش متعارف عليها في المجتمع الخارجي، فبنقول كلمه فندق. شكل الغرف ايه من جوه؟ برغم ان انا اقمت فيه بس حابب اسمع. هو يعني شكل الغرف هو زيه زي الفنادق اللي بره، بس طبعا احنا ما بنقيمش كنجوم. لا لان احنا حكومه، وفي حاجات ناقصه عندنا ما ينفعش نقيم كنجوم يعني. فشكل الغرفه غرفه بحمام داخلي، فيها التكييفات، فيها تكييف قصدي، فيها الدش، فيها الثلاجه، يعني يعتبر غرفه فندقيه كامله يعني. بس طبعا بتبقى اقل بسعر من بره، لان احنا قطاع حكومي وضيوفنا اغلبهم من الجامعات، فبتبقى مخفضه الاسعار عن بره يعني. نوعيه النزلاء احنا كل حاجه يعني، احنا يعتبر ما فيش اي نزيل، اي حد عايز يسكن بيجي يسكن عندنا. يعني نزل عند حضرتك مثلا وزراء، وزل عندك؟ طبعا نزل عندنا وزراء كتير، ونزل عندنا رؤساء جامعات برضو كتير، نواب رؤساء جامعات، دكاتره، طلبه، اعضاء تدريس، معاملين، يعني كل حاجه. ونزل عندنا مستشارين، رؤساء محاكم، رؤساء يعني في نزلوا برضو قضاة، نزلوا عندنا ناس من وزارات مختلفه بيجوا يسكنوا عندنا، في بقى من شركات خاصه
بتيجي بتعمل حاجه في هنا فبيجوا ينزلوا عندنا برضه. في نفس الغرف ولا في اماكن في اي بي؟ لا كلها احنا عندنا الفندق احنا مقسمينه جزئين. في جزء علوي وجزء سفلي. الجزء السفلي ده دورين، دول احنا موفرين لهم، عاملين سكن فندقي للطلبه، يعني في سكن فندقي للطلبه، وفي الدورين التانيين دول هم الفي اي بي اللي هم اللي زيه زي الفنادق اللي بره ان شاء الله. استاذ حسن يوسف، شكرا على الكلمه الجميله. ماشي، العفو، شكرا. وتابعونا. هذا البرنامج برعاية